السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الوردانيتو، أهلا بكم في ملعب الورداني. أخطاء جوزيه جوميز الكارثية بتهدي فريق سموحة فوز مستحق على فريق نادي الزمالك بنتيجة 1-0، والنتيجة كمان كانت هتبقى أكتر من كده. مبروك لعيبة نادي سموحة، الرجالة وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة. هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل، هنتكلم في كل الإيجابيات والسلبيات وأخطاء جوزيه جوميز الكارثية. بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويا ريت ندعي لوالدي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرضه شفيعا له يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكنه فردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الورديانو فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا ذوقكم يا حبايبي الورديانو. يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش انتحار، انت يعني مش ريسك عادي 50%، لا انتحار. ده عنوان التشكيله وعنوان التكتيك لجوزيه جوميز النهارده. ولا شفنا تشكيله ولا شفنا تكتيك ولا مكتك ولا توك توك ولا فيسبا حتى، ولا شفنا اي حاجه. بلاوي سودا. اول مره اشوف مدير فني لما يفكر يريح بعض اللعيبه او يعمل عمليه روتيشن عشان عنده نهائي كونفدراليه يريح بالاربع وخمس لعيبه. ومين هم اللي هم القوام الاساسي للفارس الابيض فريق نادي الزمالك؟ زيزو، فتوح، عمر جابر، كل دول مريحين ولا في حاجه خالص. محمد شحاته بيلعب غلط، بيلعبوا باك يمين وهو اصلا بيلعب في نص الملعب. ليه العك؟ وكمان غير العك بقى، اول ماتش جوزيه جوميز يثبت فيه انه مش بس غبي، اثبت انه غبي وعنيد. المفروض انا مدير فني لاحظت كنت حاطط فكر معين وتكتيك معين عايز ابدا بيه، مش ماشي مش واكل مع اللعيبه دي، مش جاي معاهم سكه. اعمل ايه؟ الحق نفسي، ما كبرش، الحق نفسي واغير وانزل اللعيبه اللي تقدر تعمل الفرق وتصنع الفرق. نادي الزمالك النهارده من اول دقيقه لحد الدقيقه 60 في الشوط الثاني ما شفناش الجون، ما شفناش الهاني سليمان بين بعض اللي كانوا بيعملوا ما بيعملوش. ده عادي، معظم الحراس بيعملوا كده، بيضيعوا وقت. انا مش هلوم على الهاني سليمان بيعملوا. المفروض نادي الزمالك اكبر من كده. ما شفناش جمله مفيده. واحد يقول الاستحواذ، اصل نادي الزمالك كان مستحوذ. يا فرحتي، استحواذ ايه؟ استحواذ سلبي، استحواذ ميت. مش قادر اوصل لمرمى الفريق المنافس. هو الجون بتاع الفريق المنافس ده في نص الملعب عشان انا عامل استحواذ في نص الملعب. هو سايب لك الاستحواذ وعامل تكتل. مش انت اللي عامل استحواذ، انت اللي عامل استحواذ ايه؟ ده اللعيبه كلها اخطاء، مس باص، دربكه، ترافس متيابه. اللي قعدنا نقول ازاي بس يا شبر ونص تطلع دربات تيت دربات تو الواد لابوه. كل كوره بيستلمها مش عارف يستلمها اصلا. يستلمها ايه؟ مش عارف يستلم الكوره. واخطاء ومس باص، ومش عارف يطلع الباص صح من رجله، مش عارف يبني هجمه صح، ولا عارف يعمل حاجه. بنلعب ناقصين. ده غير ابراهيم نضاي. والجون الاول اللي جه فيك من ناحيه ابراهيم نضاي عدى برده من عمق الملعب، عشان برده نص الملعب كان فيه كوارث. برده بادئ بزياد كمال اللي هو كل الماتشات اللي فاتت كان بينزل تغييره وبينزل في اخر الماتشات. الطبيعي دونجا، شحاته، عبد الله السعيد او احمد حمدي. قلنا الكلام ده 90,000 مليون مره. ومحمد شحاته بيقدر يعمل التدعيم بالناحيه الهجوميه. يعني عندك عبد الله السعيد ومحمد شحاته هيساهموا في الهجوم، وعندك ناصر ماهر وعندك زيزو وعندك الجزيري من غير معوك. بالتالي ما كانش ده اللي ادى ان حتى الجبهات ما كانتش شغاله. الاطراف بتاعتي مش شغاله. نضاي لا حول ولا قوه، مفيش ترافس متيابه، مفيش. فانت مفيش الاطراف حتى مش عارف تشغلها. برضه نفس الكلام نص الملعب مفيش ما شفناش خطوره الا برضه عبد الله السعيد يطلع ويرجع تاني الكلام ده. وريتم بطيء، استحواذ سلبي، مفيش استحواذ اصلا.
استخلاص للكوره، مفيش سرعه في استخلاص الكوره، مفيش تنوع في اللعب، مفيش اختراقات، مفيش فتح مساحات، مفيش زياده عدديه في التدعيم بالناحيه الهجوميه. حتى الحلول الفرديه، ما هو الحلول الفرديه دي مين اللي كان بيعملها لي؟ مع عبد الله السعيد ومع ناصر ماهر. زيزو لعيب، يعني لعيب زي زيزو، لعيب زي احمد حمدي، اللعيبه دي هو ده اللي بيقدر عنده الحلول الفرديه. احمد فتوح مع ناصر ماهر جابها نار، ما شفناش الكلام ده. عمر جابر مع احمد سيد زيزو، او محمد شحاته مع احمد سيد زيزو. لكن النهارده ما كانش فيه زيزو برده لحد دقيقه 60، برده بتلاعب لي ترافس موتيابا. فالنهارده جوزيه جوميز هو رقم واحد، هو السبب الرئيسي في خساره نادي الزمالك النهارده، وكان هيخش فينا جوان تاني. فريق سموحه ده لو بيلعبك بنفس الطريقه اللي لعبك بيها في الشوط الثاني، يعني انت كنت كمان بعد ما عملت التغييرات كنت زايد، بس خلاص هو خد الثقه، خاصه ان ضربه الجزاء ما اتحسبتش، وفعلا مش ضربه جزاء، لان رجله لمست الكره الاول. وكمان الجون اللي جابه سيف الدين الجزيري برده اوف سايد ومفيش اي مشاكل، عشان ما نقعدش نهري الخطا. النهارده السبب الرئيسي فيه جوزيه جوميز، وزي ما في ثواب زي ما في عقاب. المفروض لازم مجلس اداره نادي الزمالك يوقع غرامه لعيبه نادي الزمالك ما لهمش فيه. انا دول مش بيشاركوا بشكل اساسي. لو انا بلعب بقى وبادي وبلعب بالاساسيين وحصل حاجه عكس كده، دي مش بتاعتي. انا بدأ بقى للعيبه، يرجع للتوفيق، يرجع للحظ، يرجع للكلام ده. لما اجي افكر اعمل عمليه روتيشن واريح لعيب، ما اريحش فرقه كلها، اريح لعيب اتنين زي مارسيل كولر كده عمل في ماتش الاهلي اللي فات. بدأ بعمر كمال عبد الواحد وريح محمد هاني وعلي معلول زي ما هو. ما يقدرش ليه؟ لان عارف ان ده نقطه تحول ونقطه قوه كبيره جدا وفارقه مع الفريق، وفعلا علي معلول كده. فما فيش لما اجي اخد الريسك واعمل مخاطره ما يبقاش بالشكل كده. ده انتحار، ده مش ريسك، مش 50% مثلا، مش حاجه، لا ده انتحار. فلازم يكون فيه عقاب على جوزيه جوميز. ليه؟ لان انا عندي هما كانوا ماتشين في الدوري اللي لعبتهم، التاني النهارده بتاع سموحه، وعندي نهائي الكونفدراليه. الفوز، ما انا بلعبش ماتش ودي، يعني اللي انت بتعمله حتى ده، يعني انا لو بلعب ماتش ودي مش رسمي، مش بطوله الدوري، ما هو دي اسمها بطوله الدوري برضه، زي ما عندك بطوله الكونفدراليه وعندك الكلام ده كله، دي اسمها بطوله الدوري. مش حاجه اسمها انا مش مركز في الدوري، او انا مش عارف، او كنت حاطط تكتيك. ده مش تكتيك، ده عته. اللي احنا شفناه النهارده ده انتحار وعته. فالمفروض الطبيعي ما كانش كده، الطبيعي ان انا الفوز النهارده ده كان هيسهل عليا كتير جدا، وكان هيشيل من عليا ضغط كبير عشان اعدل وضعي في ترتيب جدول الدوري الممتاز، وارجع تاني لوضعي الطبيعي في ترتيب جدول الدوري. وكان المفروض يكون فوز النهارده برضو ده هيدي دفعه معنويه لعيبه نادي الزمالك عندي نهائي الكونفدراليه. مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص، مفيش اي مسؤوليه. يبقى لازم يكون في عقاب على جوزيه جوميز. ده انت كمان الماتش اللي جاي ما عندكش ناصر ماهر وينج ليفت، هتلعب بمين؟ ما عندكش وشيكابالا متصاب، هتلعب بمين؟ هتلعب بسيد عبد الله نيمار بقى، ولا هتعكلي برده هتحط مثلا حد كده اي تأليفه برده جديده؟ ومهاب ياسر اللي انت مستبعده فنيا، مش عارف مهاب ياسر ده مستبعده فنيا ليه؟ يعني لما قلنا احمد سيد زيزو لو في حاجه فكر ريحه شوط او وقت معين في الشوط، عندي مهاب ياسر اقدر استعين بيه، لعب قبل كده وينج يمين وادى ولعيب كوره وبيقدر يستحوذ على الكوره ولمسته للكوره واضحه وكل الكلام ده، يبقى اقدر استعين بمهاب ياسر. لا، مستبعده فنيا. المفروض يستبعد فنيا واحد زي ترافس موتيابا مش قادر يستلم الكوره. فاللي حصل النهارده ده مش الطبيعي بتاع نادي الزمالك، وده مش العادي لنادي الزمالك. فيا ريت يكون في قرار حاسم من مجلس اداره نادي الزمالك، وربنا يستر في نهائي الكونفدراليه اللي هيكون او ماتش الذهاب قدام نهضه بركان في المغرب. حبايبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.